اهلا وسهلا بكم النهارده في حلقه جديده. النهارده هنعمل ريفيو سريع عن الراديو الجميل ده. الراديو ده ما شاء الله جميل جدا، يعني هو بالنسبه اصلا لحجمه، في امكانيات انت اصلا مش هتتخيلها. الامكانيات الجميله في الراديو ده انك ممكن تستخدمه مش كراديو بس، انت ممكن تستخدمه كصب. ازاي؟ هو فيه هنا في الجنب مدخل يو اس بي. لو انت معاك فلاشة عليها قرآن، عليها اي حاجة تشتغل عليه، ممكن ببساطة تحط الفلاشة دي في الراديو وهتشتغل على طول، كأنه زي الصب تماما. تاني ميزة فيه انك مثلا لو مش معاك فلاشة وانت معاك ميموري كارد، اللي هو الحجم المايكرو الصغير ده، في مكان للميموري ممكن تشغل من عليه بدل الفلاشة. في حاجة بقى ميزة جميلة فيه، اللي هو مثلا اللي مش عاوز تزعج الناس اللي حواليك، او مثلا مش عاوز تضايقهم بالصوت او اي حاجة وتسمع انت لوحدك، في مكان اي او اكس. لو انت معاك هاند فري، بمنتهى البساطة ممكن توصله بالراديو. لو انت مشغل الراديو او مشغل الفلاشة او الميموري على الراديو ده، هتسمع كل حاجة في الهاند فري، ومفيش حد هيسمع حاجة حواليك ولا هيتضايق ولا اي حاجة خالص. تاني ميزة فيه انه كراديو جميل جدا، اللي هو يدعم خاصية الشاشة الديجيتال. زي ما انتوا شايفين كده، يعني انا شغله ما شاء الله. وكمان ميزته فيه ميزة حلوة جدا، انه مثلا مش بحجار ولا اي حاجة، لا هو بطارية الموبايل اللي هي زي بطارية الموبايل النوكيا، انها اصلا مع الوقت ممكن تغيرها في اي وقت حتى لو باظت او اي حاجة. البطارية مدخلها من هنا، وهعمل لكم فيديو دلوقتي، هعمل لكم الفيديو جاي ده الشرح كل حاجة. فيديو كتير بيشتروا الراديو ده وبييجوا يشغلوه ما بيلاقوش اي حاجة، كل بيلاقوه وش، كل ما يقلبوا يلاقوا وش، مش عارفين يبرمجوه ازاي. فانا هقول لكم الطريقه النهارده ازاي تبرمجوه، عشان هو اصلا الراديو ده من كل ما يتنقل من مكان لمكان. لو انت في شقه ورحت مكان تاني لازم تبرمج الراديو ده، عشان هيبحث عن الشبكات اللي موجوده ويسجلها لك اوتوماتيك. بحيث لو انت اول ما تيجي تتسجل او كده، بتضغط على الزرار اللي بيعدي لقدام، الزرار اللي بيقلب لقدام هيقلب لك قنوات اللي متسجله على الراديو واحده بواحده، وتقعد تسمع اللي انت عايزه. اول حاجه تفتح الاريال ده هتلاقي كل حاجه مظبوطه معاك، وهيلقط بمنتهى السهوله جدا زي ما انتوا سمعتوا دلوقتي. ما شاء الله جدا يعني، وبيدعم في كل الاذاعات، قران كريم، اف ام، كل حاجه موجوده فيه. البطاريه اللي فيه دي بطاريه موبايل عادي، ممكن بتتغير، يعني مش بطاريه ثابته جواه، بتتخلع. تمام. وكمان بتتشحن ليه وصلة، جاي معاه وصلة يو اس بي، تحطها في راس الشحن اللي عندك وتشحنه بمنتهى السهولة. يلا بينا اعمل لكم بقى ريفيو سريع عن ازاي تبرمجه وش هو بيشتغل ازاي والامكانيات الجميلة اللي فيه. يلا بينا. ورجعت لكم تاني بالراديو الجميل بماركة جوك الجميل جدا ما شاء الله، في كل الامكانيات دي. الكرتونة بتاعته صغيرة جدا، من دي الالوان اللي بتنزل منه والاشكال. الراديو ده ما شاء الله جميل جدا، من اجمل الراديوهات الديجيتال اللي عجبتني وشدتني في الشاشة بتاعتها، اللي هي شاشة ديجيتال، والصوت بتاعه صوت عالي ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. نرجع بقى اوريكم الراديو ده شغال ازاي وايه امكانياته وازاي تبرمجه. ده طبعا الاريال بتاعه. اول حاجة بتيجي تعملها بتفتح الاريال عشان يبدأ يلقط شبكات. تاني حاجة بتشغل الراديو زي ما انتم شايفين كده، طبعا بتقلب قنوات. Every now and again. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده وانا بقلب انه جاب في المكان اللي انا فيه 18 قناة. 18 قناة ممكن تقلب فيهم وتختار اللي انت عايزه.
منهم كل حاجة انت نفسك فيها. يعني والله الصراحة الراديو ده حاجة جميلة بالنسبة لحجمه وسعره، يعني يستاهل اكتر من كده. هبدأ بقى نشغل معانا القنوات كلها اللي لقطة هنا. طبعا زي ما وريتكم قلت لكم ده المكان بتاع الفلاشة، انكم لو معاكم اي فلاشة ممكن تقلبوه كصب مش كراديو بس. صوته ما شاء الله. لو مش معاكم فلاشة، في مكان للميموري جميل جدا، هتستخدم المكان ده تحط في الميموري هيشتغل برضو. وده المكان بتاع الوصل الهاند فري، انك ممكن تحط الهاند فري فيه وتسمع اللي انت نفسك فيه من اغاني او الراديو نفسه، اي حاجة انت نفسك فيها. الحاجة الرابعة ديت هو ده مدخل الشحن بتاعه. تمام. البطارية بتاعته بطارية موبايل نوكيا عادية خالص. البطارية ديت بتبقى متوفرة اصلا، سهل تلاقيها في اي مكان. وميزتها انها الشحن بتاعها بيفضل لفترة طويلة. اول ما تيجي بقى تشغل الراديو، عشان الناس ما بتبقاش عارفة تشغل الراديو ده ازاي اول ما بتشتري جديد، اول حاجة بتفتح الاريال كده. تمام. وبعدين بتشغله. بعدين بعد ما تيجي تشغله هيديك وش زي ده كده. تمام. هتبدأ شفت الزرار اللي في النص ده اللي هو ده، لأ اللي جنبه بالظبط. ايوه. تك تكه طويلة عليه، تكه طويلة. سيبه بقى بيبحث عن القنوات وبيبحث عن الحاجة اهو. كده بيعمل سيرش عنها لوحده، بيقلب كده كده بيحفظ القنوات لوحده اوتوماتيك. بيدور لك على القنوات اللي موجودة، الإذاعة اللي موجودة ويسجلها لك. اللي عاجبني فيه انه شاشة ديجيتال، بيبحث اوتوماتيك، ما بيخليكش انت اللي تقعد تدور وتتعب نفسك وكده، تقعد تقلب من هنا ويجي لك بقى السهم وتقعد تمشي وتروح وترجع. لا، هي بتعمل كل حاجة اوتوماتيك. ممكن كمان تبحث عن اسم القناة اللي انت عايزها زي ما انت عايز. مثلا نكتب 1 0 0 6. كده جاب لك القناة ديت 100.6. عادي انت كتبتها بمنتهى السهولة وظهرت عادي عندك، وتعلي الصوت اهو. طبعا انا قفلته عشان تعرفوا تسمعوا الصوت. فالصراحة انا احب انصح بيه كل الناس اللي تحب مثلا الناس رايحة في الجيش في مناطق بعيدة. الراديو ده هيسليهم جامد. لو انت رايح الشغل، لو انت قاعد في الشقة، استخداماته كتير ما شاء الله يعني. وكفاية انه صب كمان يعني. ممكن بدل ما تستخدمه كراديو بس، ممكن تستخدمه كصب عن طريق الفلاشة والمكان بتاع الميموري. وصوته ما شاء الله يعني، صوته عالي جدا. صوته ما شاء الله يعني كأنه صب، صوته عالي جدا. לא יודעת מה קשה כל כך, מסובך עם עצמך. אני נזכרת איך חיפשתי איזו סיבה להישאר. היה כל כך קר שיצאתי, הכי קר שאני. وطبعا بيجيب لك في الجنب هنا علامة البطارية بتاعتك، هل هو مشحون ولا مش مشحون، عشان تبقى انت عارف برضه هو هيفصل امتى بالظبط. شكرا لكم، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم. ما تنسوش طبعا تعملوا سبسكرايب للقناة عندي ولايك للفيديو، عشان هنزل لسه فيديوهات دمار ان شاء الله فترة جديدة. فيديوهات كتير جدا جدا جدا. حتى انا هنزل فيديوهات لو حد عايز يشتغل اونلاين
هنزل فيديوهات نصايح ليه وازاي يشتغل وازاي يكبر مشروعه. شكرا لكم، وقابلكم في فيديو جديد ان شاء الله على قناتي حسام الحديدي تك. شكرا لكم. وطبعا طبعا ما تنسوش تشتركوا في الفيسبوك بتاعي، على الجروب بتاع سنتر للوعي على الفيسبوك. هتلاقوا اللينك تحت في الديسكريبشن او في اول كومنت هتلاقوه. شكرا لكم، واتمنى اكون فدتكم. مع الف سلامة.